بيقول لك مرة طفل بيسأل أمه: يعني إيه ملاك؟ قالت له: مخلوق من النور وبيطير في السماء. قال لها: بس أنا سمعت بابا بيقول للشغالة يا ملاكي، وما طارتش. قالت له: النهاردة هتطير هي وأبوك مع بعض إن شاء الله. بيقول لك وفاة فتاة تبلغ من العمر 19 عاما، والأطباء أكدوا إنها دخلت المطبخ وغسلت كل الصحون، وفي الآخر اكتشفت إن النهاردة الدور على أختها في الغسيل. الفيزياء كانت هتكون أسهل لو كانت الشجرة هي اللي وقعت على نيوتن مش التفاحة. الله عليك يا ابني. بيقول لك من فوائد الغش في الامتحان: أولا تقوية عضلات العين، ثانيا تقوية حاسة السمع، ثالثا تقوية العلاقات الاجتماعية ونشر روح التعاون، والنتيجة إسعاد الوالدين. بيقول لك من طلب العلم سهر الليالي. أنا سهرت الليالي والنهاري والعصاري والزهاري وما شفتش غير أصفاري. واحد كاتب بوست على فيسبوك: لو كنت مهموم إحنا معاك، ولو كنت مجروح إحنا معاك، ولو كنت مخنوق إحنا معاك، ولو كنت فرحان إحنا معاك، إنما لو محتاج فلوس الله معاك. بيقول لك تسلسل الارتياح عند العرب: هترتاح لما تكبر، هترتاح بعد الثانوية، هترتاح بعد الجامعة، هترتاح بعد الشغل، هترتاح لما تتجوز، هترتاح لما يجيب أولاد، هترتاح لما أولادك يتجوزوا، هترتاح لما يبقى عندك أحفاد، ولما تموت يقولوا الله يرحمه ارتاح. أصعب حب الأكل والنوم، وأصعب فراق المخدة في الصبح، وأتعب إحساس الجوع، وأجمل إحساس إنك تكون شبعان. الله عليك يا ابني. بيقولك بتستغرق المرأة 30 ثانية عشان تبلع الأكل، إنما الراجل غمض عين فتح عين، نص الفرخة راحت فين؟ مرة واحد بيسأل ست عندها 8 أولاد: بتحبي مين فيهم أكتر؟ قالت له: لو بصيت لواحد فيهم بشوفه 8، ولو بصيت لل8 بشوفهم 1، إنما لو احتاجت حاجة ما بلاقيش كل كلب واحد منهم. واحد بيقولك: لو نمت ببطانية واحدة وصحيت لقيت عليك بطانيتين، اعرف إن ده حنان الأم، ولو نمت ببطانيتين وصحيت لقيت واحدة، اعرف إن ده مقلب من الأخ، ولو نمت ب20 بطانية وصحيت لقيتهم 40، اعرف إن أختك بتنظف الأوضة، ولو صحيت في نص الليل وانت بترتعش من البرد ونايم على الأرض ومش عليك ولا بطانية، اعرف إنك مزعل مراتك. بيقولك مرة واحد محشش اتصل بالإسعاف، قال لهم: ألو الإسعاف؟ قالوا: خير، عندك إيه؟ قال: الحمد لله 3 أولاد. قالوا: ربنا يخليهم لك، الحالة إيه؟ قال: والله عاطل عن العمل. قالوا: إيه المصيبة؟ قال: ولا أي حاجة، بتصل أسلم عليكم عشان ما تقولوش مصلحجي بيتصل بس لما يعوز حاجة. بيقولك الأصحاب في أمريكا لو عندهم موضوع مهم يقولوا لازم نروح كافيه ونتكلم بهدوء، إنما عندنا حتى لو انت في الحمام يخبطوا عليك ويقولك: ايه رأيك في الموضوع ده؟ شعب غريب. بيقولك في اي فرح عندنا لازم تلاقي بنت بتشرح الأغنية بإيديها، ومش عارف مين اللي قال لها ان المعازيم صم وبكر،